تخيل ان انت واقف في جنازة والناس كلها واقفة ساكتة، واهلك واصحابك متأثرين جدا بفقدان الشخص ده، وكل واحد بيقول كلمة عنه، وبعدين انت تقرب من التابوت وتفتحه تكتشف ان الشخص ده هو انت. ايه الكلام اللي نفسك يتقال عنك، وايه الكلام اللي تخاف ان هو يتقال؟ التمرين ده مش خيال، دي مواجهة ما بينك وما بين نفسك، لأن أغلبنا مش عايش الحياة اللي هو نفسه فيها وعايزها، هو عايش الحياة اللي تساء ليها. وده معنى ابدأ والغاية في ذهنك. أنا عايزك تحدد أنت عايز تكون مين وإيه، وبعدين تبني حياتك على الأساس ده. أنا عايزك كل يوم تصحى الصبح وأنت حاطط في دماغك الإنجازات والإسهامات اللي أنت حققتها، وإيه النجاح والتقدم اللي أحرزته، وايه الاثر اللي انت عايز تسيبه بعد عمر طويل، وتقيس كل ده على نجاحه وعلى مستواك الشخصي والعائله والاسره والمجتمع اللي انت فيه. لان في ناس بتجري طول عمرها وبتنجح كمان وبتتسلق سلم النجاح، وفجاه تكتشف ان السلم ده مسنود على حيطه خاطئ، وده اسوأ احساس ممكن تعيشه. ليه ده بيحصل بقى؟ لان احنا بنمشي ورا توقعات الناس، ضغط المجتمع، الخوف من الفشل، احتياجنا للقبول، فنعيش ردود أفعال مش قرارات احنا اتخذناها باختيارنا ومحض إرادتنا. في سنة 2017 أنا قررت أعمل مصنع بلاستيك. هتقول لي أنت بقى تفهم إيه في الصنعة دي؟ هقول لك ولا حاجة. أنا صحيت الصبح قررت إن أنا أعمل مصنع بلاستيك، وعرضت الفكرة دي على صديق ليا، ومن شدة الحماس اللي أنا كنت بحكي بيه وافق إن هو يشاركني. ورحنا بقى عشان ننفذ الفكرة، فجينا نشتري المعدات والحاجات اللي هنشتغل بيها. فصديقي قال لي انت دلوقتي هتعرف تشغل الحاجات دي؟ قلت له لا. قال لي ولا انا، ومش هينفع نجيب حد يشغلها لان هو ممكن يسرقنا من غير ما نعرف. فصديقي عرض فكره ان احنا ممكن نأجر المكان ده بالمعدات دي ونتعلم الاول الصنعه وبعد كده نفتح المصنع الخاص بينا. عرضنا الفكره على صاحب المنشاه ووافق، وكنا كل يوم بعد شغلنا الاساسي نروح المصنع اللي اجرناه عشان نتعلم الصنعه دي، وتعلمناها في وقت قياسي جدا، واستقرينا على منتج وبدأنا في تصنيعه، وجينا بقى في مرحلة التسويق والبيع، واتصدمنا بقى بواقع السوق اللي كان لازم احنا ندرسه أول حاجة قبل ما نبدأ نفكر في الموضوع ده. انت طبعا بتقول لي ده فشلك يا عم محمد، انت بتحكيه لنا ليه؟ اقول لك اهدى بس، انا بحكي لك ليه؟ علشان كل حاجة في حياتنا بتتعمل مرتين او ليها ابتكارين. الاول في دماغنا، وده اللي احنا بنحدد بيه الافكار والاهداف اللي احنا عايزينه بالظبط ايه، يعني بنتخيل الحاجه اللي احنا عايزين نعملها وبنعيشها كمان، يعني الخريطه او الخطه اللي بنسير عليها في الابتكار الثاني اللي هو الواقع. ولو ما اهتمناش بالابتكار الاول ووضعنا الافكار والاهداف والخطط بشكل واضح ودقيق، اي خطأ ولو بسيط في الابتكار الثاني اللي هو في الواقع هيكلفنا تكاليف باهظة جدا من وقت ومجهود، أضعاف الوقت أو المجهود أو التكلفة اللي الحاجة دي كانت هتتعمل بيها أصلا. أنا بقى لو كنت أعرف فكرة الابتكارين دي في وقتها كانت هتفرق معايا كتير قوي، كانت هتوفر عليا وقت ومال ومجهود كتير قوي. عشان كده احنا عايزين نبدأ من النهاية، واحنا هنا بنتبع قاعدة النجار اللي هي بتقول قس مرتين واقطع مرة واحدة. يعني حياتك لو انت ما كتبتهاش بنفسك هتتكتب لك من الغير، وهتعيش في تخبط وتذبذب رهيب. وفكرة الابتكارين اللي هو في دماغنا واللي في الواقع بيوضح لنا برضو الفرق ما بين الإدارة والقيادة، لأن الإدارة بتقول لنا نعمل الحاجة صح إزاي، لكن القيادة بتقول لنا إن احنا نختار الحاجة الصح اللي هنعملها أصلا. أنت ممكن تبقى ناجح بس في الاتجاه الخاطئ. تخيل كده مجموعة داخلين غابة وبيزيلوا العقبات والشجيرات الصغيرة اللي بتقابلهم، ووراهم المديرين اللي هم بينظموا الشغل ده، بس في واحد تاني بقى واقف فوق أعلى شجرة هناك وبيبص للصورة الكاملة وبيقول يا جماعة احنا في الغابة الغلط. فبيرد عليه المنتجين والمديرين اسكت انت، احنا بنحرز تقدم رهيب. والفرق ده عامل زي ان المديرين بيرصوا الكراسي فوق سفينة تايتانيك وبينظموها تنظيم جيد جدا بس بدون قيادة جيدة وصحيحة، السفينة كده كده هتغرق. لو كملت بنفس الطريقة هتوصل لفين؟ هل هي دي النتيجة والمكان اللي انت عايزهم؟ طيب لو انت اكتشفت بقى ان انت ماشي غلط
وعاوز تتغير، ازاي تغير الكلام ده وتكتب حياتك؟ ده اللي هنتكلم عنه ان شاء الله في الفيديو الجاي. وقول لي في الكومنتات ايه اللي انت شايفه غلط في حياتك ونفسك تغيره. ولو عجبك الفيديو اعمل لايك وسبسكرايب عشان يوصل لك كل جديد، وشير عشان غيرك يستفيد. وشكرا لك من اعماق القلب على وقتك الذي لا يقدر بثمن.